أنتم في عيادات نفسية ألا تقرؤون القرآن كل يوم؟ ما خطبكم؟ ألا تقرؤون القرآن كل يوم؟ أليس كل يوم البقرة تدار في بيوتكم؟ أليس كل يوم وأنتم تضعون الرقى وتقرؤون أذكار الصباح والمساء؟ لماذا تضربكم التعاسة؟ لماذا متألمين وأولادكم كلهم شتات في المدارس؟ لماذا هذا الهوان؟ لماذا هذا الانحطاط؟ لماذا أمة الإسلام هكذا؟ أقول لكم لماذا، واخرجوا من المذاهب ومن الشيعة والسنة. سأقول لكم لماذا. لأن القرآن مع آل البيت ليس بمفرده، أوصانا باثنتين، واحدة ترجمان للأخرى، واحدة ترجمان للأخرى، وليس بظاهر الأمر أنت تفعل كذا وأنا أفعل كذا، وأنت تلبس كذا وأنا ألبس كذا، وأنت تغسل وأنا أمسح، وأنت كل كتب الأشخاص المكتوبة. أنا أتكلم عن عمق آخر، ذلك العمق الذي قال عنه الإمام علي عليه السلام: وفيك انطوى العالم الأكبر. ألا تستفيقون؟ ألا تستفيقون؟ إلى متى؟ إلى متى؟ تعلمت في البرمجة اللغوية العصبية وفي علوم العقل أن الفكرة تولد الشعور، والشعور يولد السلوك. فالذي يظهر في السلوك يكون عمقه شعور، وهذا الشعور وراءه أفكار أو وراءه قناعات. السلوك يبين القناعات، الشعور هو الإيماني، والقناعات الانتمائية، والسلوك المقاومة. لا أتكلم على مقاومة السيف، بل مقاومة كل هذا الهدم الإيماني الذي يقع في العالم. نحن والمسيحيون وأهل الإيمان في المصيبة سواء، نحن شيعة وسنة وأيا كان المذهب، وإسماعيلي وزيدي وإباض، كلنا في المصيبة سواء. فانظر لسلوكك ستعلم باطنك ما هو، وتعلم إيمانك ما هو. إن لم تكن الأفكار مرسخة لن يكون الإيمان قائم، ستطمس البصيرة ويكون السلوك ما رأينا هذه الأيام. فحري بنا أن نستيقظ كلنا من كل الطوائف شيعة وسنة، حري بنا أن نستيقظ، حري بنا أن نتحد، حري بنا أن نشد أيدينا بأيدي بعض. الاختلاف سنة والوحدة فرض، الاختلاف سنة والوحدة فرض، ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربي. فالرحمة في الوحدة، اختلفوا ولكن الرحمة في الوحدة، هذا كلام رب العالمين. فما عاد أتكلم عن الوحدة تقولون لي الاختلاف رب العالمين يقول ولا يزالوا مختلفين. ما تعودتم فقط القص في الفيديوهات فتوهتم نصف الأمة، وإنما تعودتم القص في القرآن أيضا. إلا من رحم ربي، فالرحمة والنعمة في الوحدة. فإما أن نتحد ونقف سلوكا وإيمانا ووعيا لأجل هذا الإيمان الذي اليوم ينهك ويستنهك، وإلا فقد ذهبنا. انتهى وقوف المقاومة لأجل إخواننا فلسطين هو رد الشرف لأجلنا نحن كلنا بدون استثناء. فمتى نستفيق بربكم؟ متى نستفيق؟ متى نفتح أعيننا ونسعى في هذا الطريق معا سويا لكي نعيد هذا الشرف؟ ألا نستحي على أنفسنا أن رسول الله فعل به ما فعل، وآل بيت رسول الله فعل بهم ما فعل، ونقف؟ اليوم الشيعة يشتمون صحابة رسول الله، يقولون هم كذا وكذا. ليس كل الشيعة، أنا ذهبت إليهم وأعلم طائفة، وابحثوا واعرفوا. كلما أقول ليس كلهم، هناك طائفة هم أيضا الشيعة يعانون منها مثلما نحن نعاني من الدواعش. إذا زرتم أوروبا تعرفون لما تذهبون هناك تتهمون بهذا وتقولون أنا لست كذلك. كذلك هم إخواننا في الشيعة يأتون إلي يقولون زي ستريم رجاء تكلمي عن الطائفة فلانة، فنحن نعاني منها، هي التي تتوسخ حقيقة طريقنا لآل البيت. أقول لهم أنا ما في دافع على الكل، ما في
فيا، أنا أدافع فقط عن آل البيت، وبقيه كل واحد يتكل على الله في أمره. لا تسمعوا وتنظروا إلى فيديوهات هدفها أن تقسمكم. ألا يكفي أن قسمونا دول يموت المسلم في حدود أرض المسلم؟ ألا يكفي؟ أخبروني، ألا يكفي؟ ألا يحرككم هذا الكلام؟ فإن لم يحرككم ماذا أقول؟ ماذا أقول أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون فقط.